برضو الاجزاء اللي احنا اتكلمنا فيها على انتر ميامي، من وجهة نظرك ايه التشكيله المثلى الافضل للنادي الاهلي؟ طيب بص، هو يعني كلمة سريعة جدا يا ابراهيم، الارقام اللي قالها عمر في منتهى الاهمية. لما يقول لك 36 صالحتوا و27. بعض في الفصل وانا مش واخد بالي. صالحنا بعض. في منتهى الاهمية. فهنا بيقول لك ان الفريق عنده قدرة هجومية، يعني لما يوصل الثلث الاخير يقدر ان هو يهدف بسهولة. و27 جون يخش فيه، ده عدد كبير جدا، ان هو قدرته الدفاعية لا اي فريق يخترقه. فانت دلوقتي يبقى انت هتختار ايه؟ ان الكوره تبقى عندك ولا عنده؟ فاكيد انت بتدور على ان الكوره تبقى عنده، ان انت تضغطه. النادي الاهلي بيعملها كويس قوي في ماتش باتشوكا، سانتارو رجعت الكوره، الجون ادى الباك ليفت في الدقيقه 10 او 11 النادي الاهلي ضغط باربع خمس لعيبه خد الكوره. النادي الاهلي لما بيعمل الحاجات ديت بيعملها كويس قوي. فطول ما انت هنا ده كويس بالنسبه لك، طول ما هو عندك في خطوره، خصوصا خلينا نعترف ان في مشاكل خصوصا في الحته اللي في القلب. الراجل عارف كل الكلام دوت، وبناء على كده حتى احنا لما بنقعد نتكلم النادي الاهلي عنده لعيبه كتير. طب هيلعب بمين؟ طب مين الثلاثه اللي هيلعبوا في نص الملعب؟ يعني شفت اكتر حاجه واضحه لك مثلا ان محمد الشناوي حارس المرمى. يعني في حاجات ثابته. يعني مثلا ايه، وسام ده الراجل جاهز خلاص، اهو وسام هيلعب. ماشي. الشناوي هاني. انما مثلا الباك ليفت هتلاقي يقول لك ايه، طب ممكن مين؟ كوكا بقى ولا السرد باكين يحيى؟ لحد دلوقتي يقول لك مين؟ انت فاهم؟ لحد دلوقتي نص الملعب عندك خمسه، لازم هيبقى منهم ثلاثه. طب الثلاثه مين؟ الراجل هيلعب بسته واحد ولا هيلعب بستتين علشان حته القلب وحته ولا هيلعب بثمانيتين علشان يبقى فيه قدام هجوم اكتر، تقدر تضغط براحتك اكتر، تاخد الكرة من هناك اكتر، وبالتالي اما تاخد الكرة يبقى في زياده عدديه قدام. كل دوت الراجل بيفكر فيه. ولكن زي ما بقول لك في اماكن الدنيا مقفوله فيها. الناس بتتكلم زيزو، هل زيزو جاهز يقدر ان هو يلعب الماتش، ولا طاهر اللي شغال وبدنيا كويس واقف على رجله فهو اللي ياخده يبقى زيزو ورقه؟ الناحيه الثانيه بن شرقي لعب الشوط الاولاني في باتشوكا، نزل تريزيجيه من وجهه نظري لازم يلعب. لازم يلعب. يعني تريزيجيه لازم يكون في الملعب، لان الراجل جاهز وبدنيا كويس، وقلنا امبارح ازاي بيلعب على الجون وازاي في منتهى الخطوره ويسجل لك اهداف ويعمل لك الفرق كل حاجه. فتريزيجيه لازم يكون في الملعب. هتبقى الحته المهمه بقى زي ما بقول لك فين؟ الحته المهمه ايه؟ ايوه ستتين هتلعب بس ولا 86 ولا 86. كنت ما احنا دلوقتي في حيره. انت رايك ايه؟ وفي ايه؟ ده انا ما اعرفش في التشكيله غير انه يلعب بالشناوي في حراسه المرمى، يعني زينا ويحط. ايوه، ما هو ايه الفرق بقى؟ انا جاي لكم ليه يا جماعه؟ هو انا كنت مع الراجل وقلت له مين احنا دلوقتي بنتكلم بنحاول نفهم. وامام وبن رمضان ووسام. طيب طب خلاص، يبقى انت قلت امام وبن رمضان. ماشي حلو. هتلاعب سته مين؟ مروان ولا هتلاعب حمدي؟ انا شايف حمدي خبرات كبيره جدا جدا، وبرده وجوده في الملعب هيفرق بشكل كبير قوي. طيب قول لي. بص، طبعا مش هنختلف على الشناوي حارس مرمى. سنتر باكين هيبقى اشرف داري مع اعتقد ياسر ابراهيم. اعتقد يعني ان احمد بيكهام بعيد قوي ان هو يبدا. يعني ياسر عنده خبرات كتير وبطولات افريقيا وحاجات كتيره، بس كان الاهلي هيبقى عنده مشكله في الخروج بالكره غير طبيعيه. اعتقد بيكهام في الشوط اللي لعبه في اولويات نور جدا بالظبط، الوحيد اللي بيعرف نور جدا. بس في اولويات النهارده، في اولويات ان انا احمي قلب الملعب. النهارده ياسر خبره اكتر في الجانب الدفاعي وبطولات كتير قوي في افريقيا. اعتقد احنا بنحاول نفهم مع بعض. انا حسيته بعيد يا كابتن، يعني اشرف داري انا حاسه بعيد جدا كمان، ما ادكش القوه بتاعته اللي كان موجود معايا في كاس العالم. وانا معاك مليون في المية، معاك مليون في المية، لكن هو طويل وممكن بقى ايه شويه حاجات، شويه تعليمات من ريبيرو، ما تضغطش قوي، ما تندفعش، شويه تفاصيل اعتقد دي يغطي قلب الملعب عشان خطوره انتر ميامي زي ما كنا اتكلمنا من قلب الملعب. ناحيه الشمال ممكن يلعب بالعش، اعتقد على كلام احمد عباس امبارح ان هو ممكن يلعب بالعش، اعتقد ممكن يبدا بيه. نص الملعب هو دي خلينا الاول نقول الوينجات وبعد كده نيجي على نص الملعب. الوينجات طاهر اعتقد بنسبه كبيره مع تريزيجيه مليون في الميه، مع وسام لو في حالته الفنيه اعتقد او حالته البدنيه او كويسه هيبقى وسام طبعا. نص الملعب المعضله الكبرى اللي الاهلي بيعاني منها بقاله فتره كبيره جدا، يلعب باثنين، واحد قدامهم
ولا 1 و2 قدامهم؟ هي دي اللي النقطه. بتكلم فيها كابتن. الله ينور عليك. فلو حمدي فتحي اللي هيلعب يبقى لازم حد جنبه، ان حمدي فتحي برضو يعتبر 8 اكتر منه 6. ماشي. بص هو حتى سيبنا من الاسماء قوي، ايه الريفرنس بس بتاع خد بالك يا فايز، هو حمدي مؤخرا بقى 8 اكتر بدايته منه كانت 6. بدايته كانت 6 لكن بدايته كانت 6 في طيب. المكان دوت، وكان بيعملها كويس طيب قوي. ننسى الاسماء ونرجع للريفرنس بتاع كتب المدربين المدافعين، سيميوني، مورينيو، اكتر هيكتور كوبر، يقول لك ايه؟ السنتر باكين بتوعك من الافضل ان حد دايما يكون ثابت قصادهم. مروان عطيه، حمدي فتحي، بن رمضان، مهما كان اسمه، الكوره راحت على الطرف لما الكوره تقطع منك وفي هجمه مرتده عليك، الكوره راحت على الطرف اللي في النص ده ما يروحش. الجول اللي جه في النادي الاهلي في ماتش باتشوكا، إيه اللي حصل فيه؟ الكوره اتقطعت من الله ينور عليك، الكوره اتقطعت من بن شرقي، مروان حب يروح يغطيه، طلع من البيت بتاعه، كشف السنتر باكين، صحيح. استلم لعيب باتشوكا، لعب الكوره. هي دي اكل عيش ميسي، انك انت لو استلم قصاد السنتر باكين حتى لو بمسافه بعيده يبقى عنده الرؤيه كويسه جدا، فبالتالي محتاج دايما ريفرنس قصادك ان ميسي يستلم، انت دايما شايف حد واقف قصاد السنتر باكين، حتى يقفل بس اتجاه الباص ان هو يمنع دي، يدي الكره في الطرف بس ما يداش في العمق. الافضل في العرض الملعب ده في كتب برضو المدربين الاكثر دفاعيا او الطرق الدفاعيه، ان عرض الملعب ده يتغطى ب2، ان لو واحد طلع على الطرف الثاني يفضل 2-6. 2-6. فلو مروان هيلعب او حمدي فتحي، بس هنا بين رمضان وامام هي دي المعضله، صح. مين فيهم هيرجع يبقى 6؟ انت برمضان عشان تثبته، هو ده الوحيد اللي حاجة يعرف يطلعك بالكوره. الله ينور عليك. طيب اذا حلو. انا اقدر افهم من الحيره بتاعتكم دي اذا كنتوا انتوا داريانين قوي بالاهلي وبلعيبه الاهلي ومحتارين، امال الراجل يعمل ايه؟ ما هي طبعا بس- معضله. طب هقول لك حاجه ثانيه برضو في الحته دي ايوه بس مهمه دي قوي. حاجه ايجابيه يا فايز، حاجه ايجابيه بس حلو إن انت من كتر ما انت، لا ده في سكواد فيه كميه لعيبه جامده جدا، طبعا. مش عارف مين اللي يلعب. بس هي النقطه دي بس بتاعت عماره حلوه قوي. العظيم تلاقي كولر ضارب الكسرول، ضارب الكسرولة فوق يقول لك دماغه الحنفيه هيجنن وهو شايف التشكيله دي كده. الحنفيه اتفتحت بعد ما انا مشيت. الفكره في ايه؟ في عماره الكلمه اللي قالها قوي، ان بن رمضان هيطلعك بالكوره، هيطلعك بالكوره، ونزل عمل بيلد اب وبعت الكوره قدام خلاص للوينجات وعمل الشغل بتاعهم وبتباصي وبتطلع بالكوره كويس قوي. بن رمضان مش هيفضل في العمق. هنا لو هو اللي عمل بيلد اب ده، زي بالظبط لما كنا بنتكلم على عبد الله السعيد لما بيلعب 6 وبينزل يعمل بيلد اب، هو بينقل الكره لقدام وبعد كده بيتحرك لقدام. فانت نرجع لنقطه ثانيه، عمق الملعب اتكشف. مين هيغطيه؟ ما انت لو عندك 2 سنتر باك ودايما واحد قصادهم، مين هيبقى في العمق ده؟ امام عاشور مستحيل. بن رمضان بس انت هو فقدت قدامه. هو خلي بالك بقى، هو امام يقدر يعمل ده، بس يعني دلوقتي ما بقاله بقاش كتير ما عملهاش. بس هو بدنيا هو من اكتر اللعيبه اللي تقدر تعمل ده. والله حيرتونا يا شباب وكبرتوا المواضيع، فاحنا هنعمل ايه؟ فانا لو من ريبيرو بكره هلعب ب2 ستتين ثابتين، امام يلعب فري حر ويرجع يساعد. مين الاثنين 6؟ مش طالعين تقولوا 6 مين الاثنين 6؟ العب بمروان انت كده خد بالك، اصل 6 بقى لو انت عايز بقى دفاع وحد يقفل لك الدنيا ديت، يبقى هتبتدي تفكر في ديانج، لان ديانج هو بس اقرب ديانج واحد. هنرجع للمعضله الثانيه، الخروج بالكوره، الخروج بالكوره يا كابتني بالظبط. ما عندوش الحته دي. لا هو خد بالك الخروج بالكوره برده ما فيهوش مخاطره في ماتش زي ده. انت اتكلمت في حته ان مروان باع المكان بتاعه في الجون، بس من الاصل ان انت الجون سببه ان انت حاولت ان انت تطلع بالكوره وفشلت مرتين. كرة كانت ضربة مرمى بدأها الشناوي في الباك ليفت، حاولت تطلع بيها اتقطعت، رجعت لك، حاولت تطلع بيها تاني مرة اتقطعت. ومش عشان الخصم هو اللي كويس، عشان انت اللي سيء. طب يا كابتن تخيل حضرتك بتتكلم في البيلد اب اللي هو من المفترض الفريق اوريدي هو متواجد في الخطوط بتاعته، مقفل الخطوط كويس قوي. تخيل احنا في هجمه، طب ما تحضرنا الكرة اتقطعت جينيوس وهجم علينا مرتد. نفذتنا حول العالم، ما تحضرنا. ما انا بص، انا هقول لك على حاجه. ما انا طيب انت عشان تحل المعضله دي لازم تحط الاستراتيجيه الاول. هو انا بختار التشكيل ازاي؟ انا بشوف انا هلعب ازاي، وبعد كده اللعيبه اللي هتلعب. تمام. هل هو ريبيرو، هنا بقى السؤال، هل هو ريبيرو هيلعب بتحت الكوره؟ هل محتاج اصلا الخروج بالكوره؟ لو هو جاوب بينه وبين نفسه وبين جهازه، انا مش عايز اطلع بالكوره، مش هلعب بوزيشنال بلاي او مش هلعب بيلد اب، انا هطلع على طول على طرف من الطرفين، يبقى هنا مش محتاج خالص محمد علي من رمضان. انا بالنسبه لي مروان وحمدي على طول. مروان وحمدي، لان دي نقطه القوه بتاعت انتر ميامي. بلس حاجه، انا ليه باخد القرار ده اصلا؟ ان انا لما هذاكر انتر ميامي في اخر 10 ماتشات
الفريق ده مستقبل 65% من الهجمات الخطيره ترانزيشن، تحولات. برافو عليك. فانا اصلا مش عايز برافو عليك، بالدبل، بالظبط. انا مش عايز بالدبل، انا هبدا بالاربعه وهثبت الاثنين بتوعي، هو هيجي لي بخمسه. شفت بقى التمريرات بتاعت الشناوي اللي الكابتن اتكلم الأطراف. فيها، اللي على الاطراف اللي في ماتش باتشوكا، ممتازه. تك تك. الشناوي اتطور جدا جدا في الفتره دي مع الراجل ده في الخروج بالكره الشوط بالرجل. الاول عامل له بتاع 8 تلاتة. بتاع 8 بالظبط. كور، الشناوي حاططها بوش تم رجله استلام وراحه للعيب للعيب، بالظبط. تم استلام منهم 3 4 كانوا عاملين خطوره، كان اتكلم عليهم عز امبارح. فبالتالي انا مش عايز ابيلد اب اصلا، انا مش عايز اروح ويتضغط عليا. بس اقول لك على حاجه، صارفين في علامه كتير والله صارفين في علامه كتير وحياه ربنا. هي فانت في هنا تصدق انا لما انت تسال انا افهم يعني، لما هو الراجل بتسأل مدير أنا فني يعني أيوة. يسال شويه اسئله لنفسه طبعا فيعرف هو عايز انا عايز ايه، فمين هينفذه. ف2 6 انا شايف 2 6 والاثنين بن رمضان. دفاعياً. اولا بن رمضان تنطبق عليه حاله زيزو ان هو بقى له شهرين 3 ما بيلعبش، ده رقم واحد، فبدنيا مش في التوب فورم. ثانيا انا عايز مروان وحمدي عشان لما واحد يطلع يقابل ميسي التاني يضم في قلب الملعب على طول، لان حتى لو لعبت الثلاثه انا ممكن اجيب الثمانيه التاني بس هيريح، او علشان التاني نزل مثلا في وسط السرد باكين في بس وقت من يبقى الاوقات قدامي يبقى واحد. التاني التاني موجود. موجود معاه. طب واخرج بالكره ازاي يا جماعه؟ اهو انا عندي هنا تريزيجيه ياخد الكره مباشره، عندي هنا طاهر او حسين ياخد الكره مباشره، او زيزو لما ينزل ياخد الكره مباشره، وعندي وسام. فانا اصلا مش عايز احط نفسي، لان الفريق برضو الصوره الذهنيه فريق عجوز لا، الينجي ده بيضغط كويس جدا، سواريز بيضغط كويس جدا، سيجويفا ده بيضغط كويس فاكر جدا. الاهلي كان بيلعب مين برضه في كاس العالم للانديه وقعدوا يقولوا له فريق عجوز فريق عجوز فريق عجوز. فلومينينزي. فلومينينزي هو نازل عليه. والعجوز عمل ايه؟ ما هو مين العجوز ده؟ اعجز واحد فيهم مارسيلو اللي جابه قال لبيرسي تاو ما تجيب ضربه الجزاء دي هي بس مش بالمجهود. لا ده كانوا بيلعبوا في حته مفيش على فكره ده كان ماتش، انا كنت فاكر الماتش بتاعهم مع السيتي، انا كنت فاكره ماتش كوميدي. هم كانوا بيلعبوا بالكوره قدام السته، بيهزروا، ده بيلعبوا الحاجات ديت لحد جوه السته. ايوه الجون بيجي يدي الراجل اللي جنبه في السته والراجل بيطلع دوت وفي النهايه الفريق العجوز عمل ايه؟ كسب. فهو مش فكره بقى عجوز، لا انت خد بالك اختصارا عشان مبقاش الاستراتيجيه اللي هتحسم. انا رايي انا الشخصي الاستراتيجيه بتاعتي انا مش عايز العب ابدا بالكوره والبيلد اب بتاعي، انا اخليه هو اللي يجي لي يلعبني بطريقتي انا. اتفضل يا ملك. احنا متفقين من امبارح ان فكره التحولات دي هي اهم نقطه، لان فعلا الاربعه اللي بيهاجموا او الخمسه كمان اللي بيهاجموا مع بوسكيتس موجود، انت خلاص انت رايح كده كده في زياده عدديه. وخافير ماسكرانو ربنا يكمله بعقله دايما، هو بيديك الدفاع المتقدم ده، فبيخلي اللعيب يسحب، فانت بيبقى عندك على دايره نص الملعب كده انت ممكن تضرب الدفاع كله بباص واحد. لو حد بيطلع الباص صح في لعيب بيتحرك صح، انت رحت على الجون ورحت بزياده عدديه كمان. هي النقطه بس في حاجه، عارف قصد عمر كويس قوي، فكره ان انت مش محتاج الكوره كتير، فانت مش محتاج تطلع بالكوره. بالعكس لو انت عندك حارس مرمى زي الشناوي مؤخرا ان هو يعرف يطلع على حد كويس، فالحد اللي هيستلم ده يستلم صح فيسلم صح، فانت كده طلعت، هتبقى نقطه ايجابيه جدا. فماذا لو عشان في فترات في المباراه انت ممكن كده تبقى عاجز فتحس ان انت مضغوط فمفيش اي متنفس. مهم ان يبقى في لعيب على ارض الملعب يقدر يحافظ على الريتم ده، تقدر تديله الكوره تسند عليه يبقى يعرف يتحكم في ده. انا بقى احساسكم كل خناقتكم خناقه نص ملعب. طبعا هي دي الفكره. طبعا خلي بالك هو ايه اللي حصل يعني في مباراه باتشوكا مثلا، انت جيت تطلع كذا مره، الفكره كانت صح زي ما كان عز بيقول لك، بس ايه اللي حصل؟ جراديشار بتستلم تقع راحت هجمه حاجه مرتده بالظبط، جيت تطلع على الاطراف تستلم تقع او استلام غلط شكرا رجعت على بهجمه. فانت لو باني على ده، وانت مين اللي هتلعب على مين؟ على وسام ان شاء الله يبقى جاهز وسليم بنسبه 100%، بس برضه هو سليم، هو بس الاجهاد يعني يكون في ريكفري كويس. لعب مع منتخب بلده وكان في ظروف معينه، فهو داخل بطوله كبيره، فانت لازم تبقى عايزه في التوب فورم بتاعته. تريزيجيه هو اللعيب الوحيد اللي انا اضمن ان انت ممكن يحافظ على كورته ويطلع عليها. طاهر برضه ما تضمنش ان هو في العالي كويس، بس هل هيعرف ياخد الكوره ويستلم ويحافظ عليها ويسلم؟ طب لو جيت سلمت لمروان وحمدي، مروان اخر فتره مش في افضل مستوياته، وحمدي عموما هو بيحب يسلم اللي جنبه على طول، مش هيبقى عنده المساحه ان هو يبص وشه ويبقى شايف فيدي الطويل. فهي دي الفكره في محمد بن رمضان. هو محمد بن رمضان على قد ما هو بدنيا قليل، ما هو في امام يقدر يقف على الكوره ويعمل ما هو عشان كده بقول لك ما عندوش الفيجن قوي برضه يا عمر ان هو يفتح ويبص يعني انا امام بشوفه الميزه اللي الراجل هيستخدمه فيها او استخدمه في المباراه اللي فاتت، ان هو اللعيب الوحيد
اللي عنده الحريه ان هو يطلع على علي ويروح كانه مهاجم تحت جراديشوار، بعد كده يميل ناحيه اليمين ويمين ناحيه الشمال ويخش ثالث ويضم رابع في نص الملعب سواء مع مروان او مع بن رمضان. هي دي ميزه امام. فهو امام، هي الفكره كلها ان امام لازم بس يلتزم دفاعيا شويه. انت لو عرفت توظف الادوار بتاعت بن رمضان والادوار بتاعت امام ويطبقوها صح، ما يبقاش بن رمضان، لان هو حابب بن رمضان من اللعيبه اللي بتحب تخش في نص ملعب الخصم وتاخد المساحه. فانت لو خد المساحه دي زي ما كان كابتن فايز بيقول، لو خد المساحه دي وساب البيت بتاعه فاضي خالص، انت ما سبتش غير حمدي مثلا او مروان لوحده، فانت كده ضربت فعلا. بس لو بن رمضان عينه دايما مع امام، الاثنين ده عارف ادواره وده عارف ادواره كويس، زي ما مش قصدي والله الربط يعني، بس جواو نيفيز لعيب باريس سان جيرمان قال انريكي علمهم حاجه كويسه جدا. ايه بقى؟ انا اتعلمت انا لعيب نص ملعب، بس انا اتعلمت العب باك رايت واتعلمت العب قلب دفاع واتعلمت العب جناح واتعلمت العب كل حاجه مع انريكي في موسم واحد. ليه؟ قال بمنتهى البساطه احنا 11 بنهاجم و11 بندافع. بمنتهى البساطه انا ببص على المساحه الفاضيه اللي زميلي عملها. انت في اكتر فرقه في الدنيا بترحل ما بين بعض وهي بتعمل سويتشات بالضبط وروتيشنز بينهم بعض. سويتشات وروتيشنز غير طبيعيه، كان اللعيبه ما كان هم شايفين بعض بظهرهم. فجواو نيفيز بمنتهى البساطه لقى فيتينيا فابيان رويز الاثنين الثنائيه بتاعت نص الملعب بتاعه، واحد راح ناحيه الشمال ففيتينيا راح كمل رقم 10 هو بيخش رقم 6. العكس بيحصل، بتلاقي جواو نيفيز بكمل جناح يمين عشان ديمبلي دخل في العمق. هي دي الفكره. طبعا ده محتاج تجانس، وقت طبعا، محتاج بالظبط وقت والله ومحتاج انا كل ده. انا مش بحس ان هي بس محتاجه تجانس، انا بحس ان هي محتاجه لعيب عنده قدره على استيعاب ان هو برافو. رايح الله ينور يلعب عليك. في مساحه. برافو، الله ينور صح، عليك. برافو عليك. بص، هي- قيمه هي دي. اللعيب في هي دي. استيعاب الموقف صح. التكتيكي. والله طالما عجبكم كلامي بقى تك- في القهوه يلا بينا بقى، سلام عليكم متشكرين، انا كده مش محتاج حاجه تكتيكياً. خلاص بقى معنا. اللعيب احنا كده. احنا نهيناك كويس قوي يا ابراهيم في حته تكتيكيا. عمر ما كان النجاح الهجومي بالعدد، ولا عمر أيوة ما صح كان طبعاً. النجاح الدفاعي بالعدد. بالعدد. انا عايز اديك مثل، انا كنت السيتي في اخر ماتشين ثلاثه بيسعى ان هو لازم عايز يبقى في المربع، Champions League. بيلاعب فريق اللي هبط ساوثهامبتون، عملوا عليه ماتش وفرضوا 0-0 وبتاع، عملوا ماتش دفاع يعني كلهم ورا. ايوه. انما الكوره عماله تيجي من اليمين والشمال وبتاع، ضيعوا فرص، ولكن في الاخر خلص 90 دقيقه السيتي ما عرفش يجيب فيه جول، وهو بيلعب في بس الناس منطقة بتتحرك الجزاء. مع بعض، راحه جايه راحه فكره جاية. المساحه نفسها، فكره المساحه والقدره على فهي الاستيعاب. الفكره زي ما انت قلت، الله ينور عليك يا ابراهيم بصراحه، يعني تكتيكيا لو في انضباط تكتيكي مفيش اي كواليتي مش قصه طيب، تجانس بس، هي كواليتي. كواليتي برضه. بس عايز اعلق على حاجه بس على كلام عماره. هنا الخلط، هل انا هبقى محتاج المتنفس ده بعض اوقات المباراه؟ لو انا محتاجه بعض اوقات المباراه، يبقى انا ممكن يبقى اللعيبه اللي عندي تقوم بيه في بعض اوقات المباراه، ولا هو هيبقى ده الاساس ان انا عايز لعيب يخرج بالكوره؟ ما هو انت خلي هي دي بالك. الفكره، هي دي القصه، ان ده اللي انا عايز اقوله، ان انا لو حطيت استراتيجيتي ان انا مش عايز اخرج بالكوره، هقدر اخلي وسام او امام او تريزيجيه خلي بالك. يبقى متنفس لبعض الدقائق. واحنا برضو بنتكلم على مدير فني احنا مذاكرينه شويه في اورلاندو. حلو، جميل. فهو راجل استراتيجيته الاساسيه انا جميل. لازم يبقى شويه عندي قدامكم الكوره على فين. الشاشه دلوقتي وصول النادي الاهلي في الوقت الحالي لملعب التدريب على الهواء مباشره لخوض التدريبات. بس اتفضل. في استثناءات يا عمر، هو دي مدرسته طبعاً، طبعاً. بس في استثناءات. أنا فاهم، انا أنا رايح فاهم. العب في حدث اكبر مني، انا نفسي لسه مش ماسك ادواتي كويس. محمد علي بن رمضان قيمه كبيره جدا جدا، واضافه هتبقى غير طبيعيه للدوري بالمناسبه. ده حقيقي، ده حقيقي. بس هو النهارده الترس ما ركبش على الترس، الاثنين ما ركبوش على بعض لسه. بس انا حاسس وهو عمر اداله ال 60 يعني دقيقة. وجود حمدي جنب بن رمضان لما حتى في الشوط الثاني شفته شويه، لا يبقى انت الدنيا هتطلع مروان. فرقت. انا طالع مروان. طيب ما هو الفكرة- حمدي بن رمضان وامام. ما انت في هنا اتنين بقى تمام، انا ما عنديش مشكله، بس انا فكرتي في ان بن رمضان فكره انه بيخرج بره عمق الملعب. بص، عمق الملعب في مباراه أخطر بكره حاجة. اخطر طبعاً، حاجه، طبعاً، أخطر طبعاً، حاجه. طبعاً. اليندي ده هتلاقيه على طول في ظهر سواريز، ده حقيقي. الكويفه ده هتلاقيه على طول في حقيقي. ظهر سواريز. ميسي انا اصلا ضد السؤال اللي اتسال في المؤتمر، يعني مع كامل احترامي، ازاي توقف ميسي؟ يعني كان كان اي حد نفع نفسه كانش أيوة، في أيوة. 20 سنه اللي فاتوا، يعني كان لو حد عنده لحد اجابه كان دلوقتي جاوبنا في ال 20 احنا سنه. جايين في العربيه بنشوف الأهداف. الاهداف بتاعت مش ميسي ممكن. وكريستيانو ولا حاجه مش طبيعيه. طيب وانتوا بتتفرجوا على اللحظات، احنا بنمدك عزيزي المشاهد بكل اللحظات، تحليل وكلام في الكوره وكلام حلو وشويه معلومات والاهم من كده المؤتمر الصحفي كله انت شفته على الهواء مباشره في نفس اللحظه وفي نفس التوقيت. نفس الامر بالنسبه لك دلوقتي وانت بتتفرج على لحظات وصول النادي الاهلي، ده التدريب الاخير
ده التدريب الرئيسي الاخير للنادي الاهلي قبل ما ان شاء الله باذن الله يدخل مباراه الغد. خليني اقول لك كده ملخص سريع للاجتماع الفني اللي انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي هيلعب بزيه الرسمي، تيشرت احمر وشورت ابيض. اعتقد دي نقطه ايجابيه جدا طبعا. دي نقطه مهمه. تم الاتفاق على انه الاهلي هيلبس اللون الاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر، والحارس هيرتدي الزي اللبني بالكامل. انتر ميامي هيرتدي اللون البنك بالكامل، ويرتدي الحارس اللون الاصفر بالكامل. اللون البنك واللون الاحمر احنا هنشوفهم في الملعب كويس. هل اللي يحصل خلط لا بعيد. يعني نتمنى. لا صح، البينك بتاعهم لا نتمنى انها ما تبقاش في خلط. لا مش بتكلم على الخلط في الملعب بالنسبه للعيبه، انا بتكلم على الرؤيه بالنسبه للمشاهد. لا ممكن يحس ان الدنيا تلاقي الدنيا. طيب عايز ارجع تاني برضو لنقطه مهمه. انتوا لحد دلوقتي بتتكلموا في انه في اكتر من اختيار بالنسبه للراجل في كل المراكز، وده امر اصبح ايجابي جدا. ايجابي بس محير. ماسكيرانو بيفكر ازاي من ناحيه انا بواجه النادي الاهلي وهو فريق معروف، ولكنه في نفس الوقت بيمتلك مجموعه من اللاعبين اللي هو ما شافهمش كتير. هل هو هنا هيبقى باصص على نفسه، هيبقى باصص على فرقته، انا هبقى الفعل وهو هيبقى رد الفعل؟ انا بص عايز اقول لك على حاجه يا ابراهيم مهمه جدا عشان نبقى فاهمينها. يعني هو احنا زي ما احنا بنتكلم من ناحيتنا، هو ماسكيرانو كمدير فني الانتر ميامي هو بيبص من وجهه نظره انه بعد كده عنده بالميراس وعنده بورتو. فهو برضه ممكن يكون شايف من وجهه نظره ان هو ده الافتتاح وده لازم وان ده بالنسبه لي اسهل ماتش. صح. النادي الاهلي، فهو هتلاقيه بيفكر ان هو بلعب على ال3 بونت. صح جدا. اللي هم هيفرقوا معايا في الماتشين التانيين. يقول لك انا لو خطفت تعادل مع تعادل ولا في تعادل يعني انت فاهم يا ابراهيم، هو بيفكر كده. فاهم. وبيجي في دماغي حاجه دمها تقيل قوي، ما في الماتشات الكبيره ديت تبقى انت واقف في الاستاد وبعدين ايه، انت مستني الفريق يكسب، بعدين فجاه مره هتلاقي مفيش صوت وتلاقي كوره جوه الشبكه وجون فيك. بحس السيناريو ده سيناريو كارثي بالنسبه لاي مشجع. وحش قوي. بس بالنسبه لاي مدير فني هو اكيد بيبقى بيفكر في كده. انا لما يجي فيا جون، يعني انا سالت على مدربين في النادي الاهلي خلاص اقدر اقول بقى مثلا كولر مثلا، قالوا لي انه بيتوتر لو حصل حاجه عكس السير اللي هو متخيله. ازاي؟ طب المدرب ده هو عارف ان لازم كل دقيقه كده، كل دقيقه بسيناريو مختلف. يعني انا بقول لك ده المدرب بيبقى قاعد عمال يمرن ازاي هعمل كده وازاي هدافع وازاي حاجه ثانيه خالص. وممكن يجي في اول دقيقه طيب. تبص تلاقي فرد له واحد. الفرديه اللي دمها تقيل ميسي تك 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 اخد قلب له 2 حط واحده جول في الدقائق الاولى في النادي الاهلي. المفروض تتعامل ازاي مع موقف زي ده؟ لا قدر الله انت بتتكلم دايما والله علمونا كل افكارها. علمونا ان الكره 90 دقيقه وياما فرق كمان حتى بالموقف اللي انا ضربته لك بتلعب ناقصه وبتكسب. بتبقى محتاجه بس هو ازاي يرجع فيها بقى التكتيك اللي المدرب هيغيره. اكتر سيناريو اللي انت حاطه اصلا خطط له قلب زياده كمان من اللعيبه ان انا ازاي هرجع الماتش. مش لازم يطرد، ولكن حتى لو اتاخرت بجون ولا بجونين انا قادر ان انا ارجع واكسب ومفيش مشاكل. بص يا ابراهيم، انا هقول لك اللي قلت لك اول حلقه، القايمه بتاعه النادي الاهلي بكميه اللعيبه اللي موجوده فيها دي قايمه زي ما قلت لك لو لعبوا بمستواهم وفي توفيق من عند ربنا انا مش خايف على الماتش. بس اتفق كليا والله. بس انا متاكد ان احنا كنادي اهلي اللعيبه مستواها الفني يفوق خبرات اللعيبه، بطولات اللعيبه. معلش مع احترامي احنا كنا لسه بنتكلم في ايه 2018 انتر ميامي، انت بتتكلم في تاسيس وابتدى يلعب من 5 سنين من 2020 بشكل رسمي 907. انت لا فريق عمره 5 سنين تاريخ كبير. وزي ما بقول لك ماتش مهم جدا ان انا ابدا ب3 بونت بكره. النقطه بس برضه انا عايز الم اوكي عايز الم الكراسي. لا حكايه انا في بلديه برضه. لا حكايه بلديه ميامي. لا بيقول له لا. النقطه بتاعت مهمه جدا بتاعت المدربين الاليت اللي هم بيوصلوا للنوع ده من اللعيبه، قصاده ميسي وقصاده سواريز وكده، هم بيفكروا في ايه لما يلعبوا فريق تاني؟ هو ميسي هيبص له يقول له هي ما تنشغلش بالك قوي بالفرقه اللي قصادك، انا ميسي انت جنبك بوسكيتس. فاهم الفكره؟ ان هم ثقتهم بنفسهم
في الليفل اللي وصلوا له عادي جدا ينشغل اكتر. يقول لك ايه، هم اللي ينشغلوا بينا. يعني هو ميسي هو قاعد يقول لك ايه، لا ده النادي الاهلي او بورتو او بالميراس ينشغلوا باللي احنا نعمله قصادهم. فاهم قمه الثقه اللي بتبقى واصله لهم. فده على مستوى المدربين وحقه طبعا. يعني انا بص، هو طبعا طبعا لكن هم فعلا يا جماعه عندهم نقاط ضعف يا ابراهيم مرعبه. دي حقيقه. انا عجبني الكلمه اللي قالها والله. عمر عبد الله، انه المباراه لا هي بين التهويل الله ينور عليك بالظبط، ولا هي بين التهوين. يعني احنا طبعاً. لا انت هتلاعب المرعب الجبار طبعا ولا انت هتلعب فرقه عواجيز. انت هتلعب فرقه كوره، فانت لازم تحترمها وتعمل طبعاً. حسابها، وفيها نجم كبير جدا جدا عنده قدرات وامكانيات اسطوريه لابد ان تتعامل معاه بذكاء شديد. هو اللي زي في ميسي افضل ده. لعيب في التاريخ في المجره. يعني مش فيها واحد من نجم جامد جدا، لا هو افضل لعيب. هو فعلا يصنع الفارق في اي لحظه ميسي. لكن هو فعلا احنا بنتكلم يا جماعه 11 ضد 11. انت دايما الكوره وهي مش مع في انتر ميامي بيلعب 10. ميسي مش بقى بيتمشى، ده هو فعلا. لكن طبعا الكوره بتيجي في رجله الموضوع مختلف خالص. السعر او النتيجه اللي الفريق بيدفعها بما ان ميسي ما بيدافعش، هو لا عشان غالي. كده اكتر حاجه التسديده اللي من بعيد دي، طبعاً. الضربه الثابته اللي من على حدود منطقه الجزاء. طبعا ما تسيبلوش المساحات اللي في بالظبط. عمق الملعب. لو في اي حاجه ما ميسي تضمنش بالظبط. لا رجل ولا الدقه ولا اي حاجه خالص. برضو انا مش عايز نتعامل يعني ميسي مش مجرد لعيب كبير. طبعا لا لا مش مجرد لعيب كبير، فهو احنا برضو نتمنى توفيق ربنا طبعا في الاول وفي الاخر. لان ده الراجل ده في ناس بقى لها 20 سنه بتحاول تحط له خطط. 20 سنه بتحط له خطط، ولحد اخر ماتش دولي مع الارجنتين. عشان كده كنت بقول لابراهيم في اول الحلقه ايه، ما تراقبش ما تحللش ميسي مع انتر ميامي. ميسي لو حب يلعب كميسي هتلاقي عادي ميسي بتاع اخر 10 سنين. يعني اتفرج على اخر سنه في باريس سان جيرمان قبل كاس العالم على طول، واتفرج على كاس العالم مع الارجنتين. هو بمزاجه، لعيب تاني خالص. هو بمزاجه لعيب تاني خالص. ميسي بمزاجه. لو شغل المكنه يلا هناخد كاس العالم، يلا هناخد عشان كاس كده العالم. بقى انا بقى ايه، كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده انا اعتقد يعني احنا بنسبه محاولات كمان. 95% ريبيرو حاسم الكلام ده. طبعاً. تفتكر ان هو هيقعد النهارده بالليل بعد التمرين يقول هلعب؟ هو خلص ورقه اتستف، والتمرينه بتاعت النهارده دي خلاص هو بيدخل بس اللعيبه اجواء المباراه. هو تاخد لك منها 10 دقائق ربع ساعه كده مفتوح للاعلام. الاعلام خلاص، فهو التمرينه الرئيسيه خلصت. وهو رتب ورقه وعارف هيعمل ايه بكره. هو النهارده فيناله كده بناء على ماتشات الدوري الاخيره اللي اتلعبت اللي اتفرج عليها، ولا بناء على ميكس ما بين الاثنين؟ باتشوكا ما بين الاثنين. انا بشوف ان كابتن عماد موجود كده كده بيديله تقرير اكيد. كانت كاشفه ليه جدا، وطبعا كابتن عماد كمان هيبقى له دور. بس في النهايه يعني يا ابراهيم الماتش صعب جدا، لكن لا في نقاط ضعف طبعا ان انت لا عندك فرصه قائمه جدا. انا بس وقفت عند حته ميسي دي عشان مش عايز احس ان احنا بنتكلم على انه لعيب جامد. هو مش جامد، ده بابا الشغلانه بتاع هو خارق بتاع الكوره يعني. بس في يا جماعه غلط، هم عندهم نقاط ضعف كتيره جدا. انا برضو ما وصلتش برضو معاكم لتشكيله. يعني لحد دلوقتي انا سبتكم شرحتوا كل الحاجات اللي في الدنيا عشان نوصل في الاخر لجزئيه ليها علاقه بتشكيله النادي الاهلي. محمد الشناوي في حراسه المرمى. تمام. مين الاثنين اللي في القلب؟ اقول لك. الشناوي. هاني. العش. كوكا. طب ماشي. كوكا. ياسر. الداري. نص الملعب. حمدي. امام. بن رمضان. طاهر. تريزيجيه. وسام. شاري. شاري الا كوكا، بس ممكن مصطفى العش. هو ده التغيير الوحيد اللي انا ممكن هيعمله. كوكا ممكن ما يبداش. هغير شويه. شناوي. هاني. داري. ياسر. ياسر برضه صح. سوري ياسر برضه. الدبيس. انت قلت ياسر. انا قلت ياسر. قال ياسر. انا ما قلتش حاجه. انا قلت انت قلت كريم الدبيس. ياسر الدبيس. ياسر وداري. الدبيس بس. ياسر وداري زي ما هم. دبيس. حمدي ومروان. امام. حسين الشحات. وسام ابو علي. تريزيجيه. حمدي. مفاجاه دي. الشناوي. انت قلت مين؟ معلش قلت مين؟ حمدي ومروان. قدامهم امام. حسين الشحات. وسام. تريزيجيه. مش طاهر. مفاجاه دي. بدات بحسين. ده وفقا للاستراتيجيه اللي انا كعمر اللي هو انا مش عايز ابيلد اب، انا هصطاده هناك، هصطاده في الترانزيشن. شكلنا هنقع مع بعض بكره. انا شناوي. هاني. بيكهام. ياسر. بيكهام ياسر. كريم
يلا بينا بقى يا عشان مسهل. خاطر احنا نقفل القهوه يلا عشان يا احنا باشا. لسه عندنا اكريديتيشنز عندنا وتصاريح مشاوير وليلة عندنا طويلة. مشاوير والناس بلدية. فاكرانا جايين هنا نبتسم والله. للامي واحنا والله بقى لنا 3 ايام شقيانين ما بننامش والله. بقى لنا 3 ايام ما بننام. ربنا وحده اللي يعلم يعني. فعشان عندنا لسه اكل عيش ومام نخلص هنا ونكمل شغل. ان شاء الله. كنت عالمي حبيبي يا هيما وربنا هو الدويتو ده سيبك. والله اه ده نمره واحد والدويتو ده نمره اثنين. حبيبي والله والله حبيبي. انا بص انا والله مع اي حاجه الا عز. لا عز لا عز لا عز لا عز لا. حبيبي يا كوتا تسلم يا عماره حبيبي يا هيما. دايما متالق يا ربنا حبيبي. يخليك. متشكرين يا كابتن فايز. حبيبي والله. تسلم بالتوفيق ربنا يا رب يخليك. بكرة إن شاء متشكرين الله. يا جينيوس. حبيبي يا ايمن. متشكرين جدا جدا. ان شاء الله باذن الله هنكون موجودين مع حضراتكم بكره في الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وانتر ميامي. ان شاء الله مع كوكبه من النجوم تتبسطوا ونتبسط سوا ونتفرج على مباراه حلوه للنادي الاهلي. التعليق الصوتي على احنا هننقل ان شاء الله باذن الله المباراه. انا بقالي كتير بقول الدباجه دي بس هي مهمه جدا جدا. احنا بننقل المباراه مباريات النادي الاهلي على ام بي سي مصر 1 وام بي سي مصر 2 باعلى جوده اتش دي موجوده عند حضراتكم. بقى لنا كتير احنا بقى لنا سنه دلوقتي شغالين مع بعض فعارفين كويس ان الترددات دي موجوده بقى لها فتره كبيره. ام بي سي مصر 1 هيبقى موجود عليها النجم المتالق فارس عوض. ام بي سي مصر 1 هيبقى عليها النجم المتالق فارس عوض. ام بي سي مصر 2 هيبقى عليها النجم الكبير المتالق دايما كابتن مدحت شلبي. كابتن مدحت شلبي ان شاء الله باذن الله يمتعنا ويبسطنا على ام بي سي مصر 2. احنا عندنا الترددين الاتش دي وعندنا قامتين كبار جدا جدا في التعليق عشان تتبسطوا وده هدفنا يعني عشان في الاول في الاخر تتبسطوا. فان شاء الله باذن الله نشوفكم بكره قبل ساعتين من انطلاقه المباراه ودايما تستمتعوا بالتغطيه الحلوه الشيك اللي عاملاها لكم ام بي سي مصر 2. اديكم شايفين حاجه محترمه جدا جدا مع كل باقه يعني تقدر تقول باقه فيها كل البرامج الحلوه الممتعه اللي تقدر تتبسط بيها مع النادي الاهلي ومع ام بي سي مصر. تصبحوا على الف خير.